بعدما كان ابنه الصغير قد التمس من الملك في شريط فيديو العفو عن والدهما المعتقل على ذمة حراك الريف. تأكد إطلاق سراح المعتقل خالد بن علي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. ولم يتأكد أن كان قرار إطلاق سراح بن علي قد تم بناء على استجابة لنداء ابنيه، أم هو تقدير من قاضي التحقيق بالدار البيضاء. أفرج قاضي التحقيق بالدار البيضاء ليلة أمس الاثنين عن المعتقل على خلفية حراك الريف خالد بن علي، حيث تقررت متابعته في حالة سراح. وأكدت زوجة خالد بن علي خبر الإفراج عن زوجها خالد بن علي، وأفادت أنه وصل إلى بيته ويوجد حاليا مع أبنائه الثلاثة. وكانت ابنة خالد بن علي التي تبلغ من العمر 10 سنوات وابنه الصغير الذي لم يتجاوز عقده الخامس قد وجه نداء مؤثرا إلى الملك عبر مقطع فيديو بعد اعتقال والدهما في رمضان، يطالبان من خلاله بالإفراج عنه لكونه لم يرتكب أي جريمة سوى مطالبته بشكل سلمي وحضاري بتوفير مستشفى بمواصفات مقبولة وجامعة وطرق وفرص الشغل للسكنة بالحسيمة. وجرى اعتقال خالد بن علي كما سبق أن أكدت ذلك زوجته عندما خرج من بيته في رمضان متوجها إلى العمل كحارس بمؤسسة تعليمية توجد في منطقة خارج مدينة الحسيمة، وذلك على خلفية خروجه للاحتجاج مع شباب حراك الريف للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية وأخرى حقوقية. لكي تصلكم الأخبار الوطنية بكل مصداقية لحظة وقوعها، الاشترك الآن.